السلام عليكم حبايبي المتابعين الحلوين، رجعنا لكم بفيديو جديد. واول ما نبدي الفيديو مالتنا نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم رجعنا لكم بالكبسة العراقية، كبسة الدجاج. هسه رح نبدي الخطوة. اولا نحط الزيت، هذا الزيت حطيناه. نحط البصل، مثلا البصل، نسوي الدجاج نحمسه ونحطه يستوي. نحط بهارات، كركم اصفر، بس كركم اصفر نكهه، وماجي نطبع شوية، نخلي الدجاج ينحمس. هسه ننزل البصل نحط له مع الدجاج. هذا يعطي نكهة طيبة للتشريب متابعيني. هسه نمثل خمسة بسيطة، نرجع نطبق الدجاج نحمسه. هي عندي دجاجة هاي متابعيني، قطعتها وغسلتها غسل زين، راح نسويها نطبق مكبوس مع دجاج. هذا نخليه شوية يحمس. صار كنا غسلناه بهذا الشكل ونقعناه بهذا الشكل، نغسله غسل زين لمود تصير ريحة ما تكمل بهذا الشكل. وراح نرجع نطبخه وياكم. هسه راح نطبخ التمن الاحمر. عندنا 3 قلاصات تمن، غسلناها غسل زين بهذا الشكل، غسلناها غسل زين، شوفوا نقعناه وغسلناه غسل زين. هسه راح نطبخه. هنا عندنا الدهن، راح نحط المعجون. متابعيني دائما المعجون ينحمل زين بالدهن، لان شنو الضرب الريحه مال الكبسه مال المعجون، وهذا ما تحطينه راسا بالاكل، راح يعطيك نكهه مو طيبه بالاكل. يعني شلون الزفاره مال المعجون تصير، فاحنا دائما نحط الحمسه بالدهن على ما تطلع الريحه مالته. مشاهدتي متابعين الحلوين، شوفوا نخليه يحمس ونجي نشوف الدجاج نحمس عندنا. هاي الطريقة نحمس عندنا، نقلبه تقليبة زينة مو كله ينحمس عندنا تمام. خلي شوية ينحمس عندنا، شوية ملح، بهارات حطينا على سفرة بس كركم. الملح حسب الرغبة، في ناس عندها رغبة ما تاكل مالح، حسب الرغبة حسب رغبتكم. خليه يحمس ونرجع نحمس المعجون. نحمس المعجون عندي هنا، نحمس عندي المعجون. راح نطبخ التمن، نحمسه حمسة زينة ونقلب تقليبة زينة ويا المعجون حتى تروح الزفرة مع المعجون، والتمن يصير حبايته واكل ما تنمرد. نرجع نصب الماء عليه. الماي دائما تفورينه، ماي حار تفورينه حتى التمن تصير حبايته طيبة، ما يصير تحطين ماي بارد. شوفوا شلون عندي صار التمن. المعجون ابد ما حبه عندي. هسه نحط الملح، قلنا الملح حسب الرغبة، اكو ناس تاكله مالح، اكو ناس تاكله ماسخ. هسه نخليه يستوي
هسه اجينا لهنا الدجاج انحمس عندي، هاي ترى تشوفوا كله انحمس. هسه نجي ندير الماء ونخليه يستوي. ملح بهارات حاطينه، بس نخليه يستوي. ناخذ على الدهين وجاي نقلب الدجاج، جاي نقلب الدجاج، نقلب الدجاج ونرجع لكم. تابعيني، هاي الكبسة العراقية مال الدجاج كملناها الخطوة الأخيرة. مشاهديني الحلوين، أرجو من عندكم أن تساعدوني الفيديو وتفعلون الجرس إن شاء الله، وفي مال الله بأمانة الله.